الطبيب ها هو، الطبيب ها هو، الطبيب ها هو. قلت بالفعل هو لا يمكننا إلا أن نسجل بإيجاب ما تمخض عنه الحوار الاجتماعي الأخير بين الحكومة أرباب العمل والنقابات، واللي بالطبع كانت هناك زيادة في أجور بالنسبة للقطاع العام وفي السميك وفي السماك بالنسبة للقطاع الخاص، رغم وتخفيض طفيف الضريبة على الأجر، رغم التواضع ديال هذه الزيادة إلا قرناها بالموجة ديال ارتفاع الأسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات، بمعنى أنه الزيادة اللي كاينه اليوم الا الحكومه ما عملاتش على الحد من هذه الموجه ديال ارتفاع الاسعار، بحال كما يقال انها صيحه في واد. كيفاش انت كتزيدني مثلا 500 درهم ولكن الاسعار ديال اللحوم وديال الخضار وديال الفواكه وديال المعيشه غاديه وكترتفع ولن تتوقف. لهذا على الحكومه ان تتخذ اجراءات بمراجعه القانون اولا المتعلق بحريه الاسعار والمنافسه، كذلك لا بد من انها عملات على تهميش المتقاعدين والمتقاعدات في المغرب. وراه ما كاينه في دوله الا في هذا البلد العزيز انه لقيت للحكومه كتزيد الفئه النشيطه في المجتمع الاجراء والموظفين كتهمل المتقاعدين. المتقاعدين هذو راه هما اللي بناو هذا الوطن، بناو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والامني، لان المتقاعدين عندنا متقاعدين مدنيين متقاعدين عسكريين، راه المعاش ديالهم راه في الحقيقه يثير الانتباه، على اساس ان الحكومه خصها تطبق القاعده اللي هي معمول بها في جميع الدول، زياده في الاجور للفئه النشيطه تقابلها زياده في معاشات التقاعد، لتكون هناك عداله اجريه وعداله معاشيه بالنسبه للجميع. ولكن على اي حال النقابات ستستمر في النضال للدفاع عن حقوقها العادله والمشروعه، ونحن لا نريد بالطبع لبلدنا الا ان يكون هناك استقرار اجتماعي، حمايه اجتماعيه للجميع، عداله اجتماعيه وعداله اجريه. وشكرا. المنظمات الديمقراطيه للشغل تخلد تظاهرات فتح ماي، وهو اليوم الاممي للطبقه العامله، من اجل اسماع صوتها عاليا وكذلك من اجل التعبير عن مطالب الطبقه العامله التي لا زالت معلقه. الان هناك ما سمي بهذا الاتفاق نعتبره هو اتفاق اقليه ماشي اغلبيه، اللي هي تحتج واللي هي كاينه في الشارع واللي هي مناضله من اجل تحسين اوضاعها. هذا الحوار الاجتماعي تنعتبره هو راس بلا رجلين، حيث انه الحوار خصو ينطلق من حوارات قطاعيه ويتوج بحوار مركزي، والحوار غير مرهون بظرفيه سياسيه، ولكن لابد ان الحوار يكون مؤسس تيجمع مجموع ديال المعنيين بالحوار. اكيد ان الحوار الغايه منه والاتفاق هو انه يكون سلم اجتماعي، يكون تقبل ديال الطبقه العامله ديال النتائج اللي خلص لها الحوار، الا وانه الحال منذ من بعد فتح ماي هناك مسيره من الاحتجاجات والنضالات ديال مجموع ديال القطاعات ومجموع ديال الفئات التي لا زالت تطالب بتحسين اوضاعها. قطاع الصحه عنده اضراب خلال الاسبوع المقبل، قطاع الجامعات سيقيم المحطه ديال المسيره اللي كانت وطنيه والاحتجاجات سيسطر سلسله كذلك نضاليه اخرى ما اذا لم يتم فتح الحوار. المتصرفون هم في الشارع ومحتجون يستعدون ويتهيئون ويتهابون كذلك لنضالات اخرى، التقنيون كذلك الى غير ذلك. اذا الحوار لمن وكذلك من يمثل من؟ هذا هو السؤال المطروح بلادنا، ولا بد اننا ما نبدعوا جيل جديد من الحوار الاجتماعي اللي ممكن انه يستجب المطالب العادله والمشروعه للطبقه العامله، وان المساله المقايصتيه ديال تحسين الاجور خصها تتم هذا بشكل عام. خص مؤشر ديال تحسين الاجور يكون بشكل تلقائي، وما يكونش الحوار فقط تحسين الاجور، بل تحسين الاوضاع كامله ديال سميتو، يكون جيل جديد ديال المطالب العماليه. اليوم المنظمه ديالنا كتحتفل بفاتح ماي،
اللي كيجي في ظروف كنعرفوها شويه ما هياش متساويه ما بين القطاعات في المغرب، لان كل قطاع كيعاني، وخصوصا الوزراء اللي هما في العمل الخاص كالفلاحين ومستخدمين في الفلاحه وفي المعامل، فكلهم كيعانيو. كنتمنى انه الحكومه تعاود تراجع القرارات ديالها وتراجع الامور ديالها باش انها تنصف العمال والعاملين والموظفين، ولما لا انها تكون عداله اجريه باش كل المغاربه يعيشوا عيشه كريمه، عيشه رخاء وعيش كريم. وشكرا.